ليه الشخص اللطيف ممكن ينفجر فجأة؟ كنت عارف قبل كده شخص كان هادي رزين، ردود أفعاله طبيعية، بيتكلم بهدوء، نبرة صوته عادية، وفجأة اتغير 180 درجة، بقى عصبي مندفع، ردود أفعاله مش مناسبة للموقف، بقى عصبي زيادة عن اللزوم. وحسيت ان هو ما بقاش نفس الشخص اللي انت تعرفه قبل كده. الحقيقة ان الشخص اللطيف مش دايما بيكون مرتاح، والهدوء بيكون غالبا مش سلام نفسي، هو بيكون غالبا كتمان او خوف من المواجهة او تعود ان هو يسكت ويعدي. طيب هل الشخص ده بينفجر فجأة؟ لا، الشخص ده مش بينفجر فجأة. اللي بيحصل ان الناس بتركز بس على رد الفعل، لكن ما بيركزوش على كل المشاهد اللي حصلت في الفيلم، يعني بيركزوا على اخر مشهد. يعني ما بيركزوش على المواقف اللي هو اتعرض فيها للظلم، ما بيركزوش على المواقف اللي تعدوا فيها حدودهم معاه، ما ركزوش على المواقف اللي هو فيها سكت وما اتكلمش علشان ما يزعلش حد، ما ركزوش على المواقف الكتير اللي ما قالش فيها لأ واتكسف ووافق علشان يعدي الموقف. كل الحاجات دي وكل التراكمات دي بتفضل وبتتخزن جوه الشخص، كل المشاعر السلبية، الغضب، الإحباط، الخوف، التوتر والقلق، ومع مرة واحدة ومع محفز واحد اللي بيحصل إن الشخص بينفجر وبيبتدي يعبر عن اللي جواه. ليه الشخص ده مش بيعبر عن مشاعره؟ أول حاجة بسبب الخوف من الرفض. يعني هو الشخص ده بينتمي لمجموعة معينة اللي هي عيلته، أصحابه، زمايله، فبيفتكر ان هو لما بيقول رأيه بصراحة او هو بيقول عن مشاعره بوضوح، الناس ممكن ان هي مثلا تفتكر ان هو حساس زيادة عن اللزوم، تفتكر ان هو بيعمل مشاكل كتير، فبيختار اللي هو الهدوء السطحي وبيبتدي يكتم مشاعره جواه. تاني نقطة وهي التربية. التربية المرتبطة بالسكوت، يعني إن الطفل لازم يبقى ساكت علشان يكون مؤدب، إن هو ما يعبرش عن رأيه علشان دي تعتبر قلة احترام، إن هو ما ينفعش إن هو يقول لأ، إن هو مش عنده أي حدود، أو مش عارف إيه هي بالظبط حدوده. التربية اللي هو مش بيتعلم فيها إن هو يعبر عن نفسه. تالت نقطة وهي الطيبة. في ناس كتير بتفتكر لو أنا فضلت ساكت، لو أنا قلت نعم على كل حاجة، لو أنا عديت كل موقف وما ردتش، لو أنا عملت كل حاجة للناس اللي حواليا فأنا كده طيب. المشكلة إن هو لو هو طول الوقت بيقول نعم وحاضر والناس بتتعدى حدوده معاه، كل المشاعر دي بتفضل تتراكم جواه لحد ما تيجي اللحظة المناسبة أو المحفز القوي ويبتدي إن هو يعبر عن رأيه، طبعا ما بيبقاش بأسلوب دبلوماسي زي اللي هم متعودين عليه. طيب، إيه هي المراحل اللي بيمر بيها الشخص ده؟ أول مرحلة وهي التحمل، يعني مش مشكلة، عديها، مش مستاهلة، ما تكبرش الموضوع. تاني مرحلة وهي الكتمان، يعني زعلان ومبتسم، غضبان لكن كاتم جواه، حاسس بالظلم بس ما بيعبرش. تالت حاجة التراكم، تراكم لمواقف قديمة، يعني مثلا موقف حصل من أسبوع، تجاهل حصل من فترة، مواقف كان فيها استغلال متكرر. كل الحاجات دي بتتراكم جوه الشخص، ومع الوقت ما بيبقاش قادر ان هو يكتمها، ومجرد ما بيحصل حاجة معينة او موقف معين حتى لو كان بسيط بيبتدي ان هو يعبر عن رأيه، وده طبعا بيصدم الناس اللي حواليه وبيركزوا على اللحظة دي، لكن ما بيفهموش ان ده بيكون نتيجة التراكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نهى موافي، بتمنى لكم يوم سعيد ومع السلامة.